عندنا في العمارة مبدأ كده بيقول إنه الشكل يتبع الوظيفة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الوظيفة هي نمرة واحد والشكل يخدم الوظيفة. ده مبدأ في العمارة. خلاص كده؟ خليه على جنب دلوقتي. بنقابل ساعات مواقف إلمنت شكله هيبقى حلو لما يتنفذ بشكل فلاني، لكن بقى فيه مشكلة مع الوظيفة أو مع الاعتمادية أو مع العمر الطويل للحاجة. انهي اللي يكسب عن التاني؟ نرجع بقى نستدعي تاني المبدأ المعماري اللي بيقول انه الشكل يتبع الوظيفة. ده معناه ان لو الوظيفة والشكل اختلفوا هما الاتنين مع بعض، الوظيفة تكسب. وادور على حلول تخلي الشكل الطف واحسن. حيطة كبيرة اضطريت اطلع بالجزء ده علشان اقدر اعمل ريسس، اقدر اعمل الخوارنقات دي ويبقى عندي مسافة اقدر اعمل فيها عمق. كنا حابين جدا انه يبقى الحوض برضو ليه حته الرخامه دي ويبقى ليه الخروج والمرايه ورا منه، يعني الشكل ده كان عاجبنا شويه وكنا بندور عليه. لكن بقى عندنا مشكله تانية هنا اهو، هي مشكله الزاويه دي. الشكل الحلو بيقول ان قطاع السيكوريت يركب هنا، يبقى مخدم على الحرف ده، يبقى هو والحرف ده ماشيين مع بعض. ده الشكل. لكن الوظيفه هنا هتقول ايه؟ القطاع ده سنتي او 12 مللي 13 مللي، لما اجي اركبه على الحرف بتاع البورسلين ده على طول، اولا البورسلين عندي بيبقى 9 مللي و2 3 مللي الماده ماده اللزق اللي ورا منه، ادي كده عندي 12 13 مللي. يعني لو انا النهارده جيت هخرم في المسافه الفاضيه اللي بين حته البورسلين وبين المحاره، المسمار هيروح فين؟ المسمار هيروح في الفاضي، ومش بعيد جدا 90% البلاطه دي هتشلع تتشرخ مني وتتكسر ونخش في قصه. ولو ربنا ستر وهي ما اتخلعتش وما اتكسرتش، هيبقى اللوح ده كله ضعيف جدا وممكن في اي وقت يقع من غير حتى ما حد يلمسه. الحلول البديله ايه؟ اول حل هو ان انا كنت من اول السطر ابني الحيطه دي كلها واستغنى عن فكره الرف الصغير ده وخلاص على كده، علشان اضمن انه القطوع ده يركب في اي مكان براحتي، بقى اتحرك بيه 2 سم 3 سم 4 سم اخد راحتي خالص. الحل البديل هو ان انا لما اجي اخرم اضمن انه بنطه الهيلتي هتخش في المحاره. يعني ايه تخش في المحاره؟ يعني عندي 12 13 مللي بورسلين وماده ورا منه، قول سنتي ونص بورسلين وماده ورا منه، وعندي بعد كده كمان 2 سم محاره. اول سنتي محاره ده انا ما بحبسش ابدا اخرم فيه، يبقى احنا كده بنتكلم في حوالي 2 3 سم. لازم اعدي 2 3 سم وابتدي اخرم ببنطه الهيلتي عشان اضمن انه المسمار اللي ماسك القطاع اللي ماسك لوح الازاز السكيوريت داخل جوه المحاره، ان ما كانش داخل كمان جوه جسم المباني الطوبه نفسها، وده الاضمن. طيب هنيجي هنا بقى نقول الشكل والقطاع الاسود ده ماشي حرف واحد فلاش مع الجنب ده، كان هيبقى شكله احلى وشكله الطف. لكن وظيفيا الكلام ده مش حقيقي. وظيفيا الكلام ده ما كانش هيبقى احسن حاجه. وهنا بنرجع لفكره الوظيفه والشكل، وانه الشكل يتبع الوظيفه. الوظيفه في المقام الاول. حاجه زي دي مثلا اقنعنا بيها العميل، يعني انا شايف انه شكلها مش وحش، لطيفه، الدنيا زي الفل.